سلسلة اتيكات فرجة هنتعلم في كل مرة واحدة أو أكتر من قواعد الاتيكيت بسهولة وسرعة ومن غير تعقيد، واللي بيها نقدر نتعامل مع الناس ونتصرف قدامهم بأفضل شكل ممكن. انتوا خلاص حفظتوها. حلقة النهاردة هي أكتر حاجة اتطلبت مننا في سلسلة الاتيكات، ودي حاجة منطقية بسبب إنها الحاجة اللي كلنا بنحتاجها كل يوم في فرجة. خلونا نقول لكم إزاي ممكن نقعد على ترابيزة الأكل وناكل بكل رقي ونتجنب الأخطاء الشائعة اللي أغلب الناس بيقعوا فيها من غير ما يحسوا. أول لما توصل لمكان الأكل اتأكد إنك تساعد السيدات والبنات يقعدوا الأول، ولو المرافقين ليك ضيوفك أو أنت اللي عازمهم لازم تتأكد إنهم يقعدوا الأول برضه. في حالة إنك كنت أنت المعزوم مينفعش أبدا تقعد على طاولة الطعام إلا بعد إشارة من صاحب المكان الأول. لو قاعد على ترابيزة عليها عدد كبير من الناس عادة بتتلخبط ومش بتبقى عارف فين الأدوات بتاعتك أو فين كوباية المية، أصل في حاجات كتير قوي على الجنبين، وعشان تتجنب إنك تستخدم بالغلط أي حاجة بتاعت شخص تاني لازم تبقى حافظ كويس أماكن الحاجات دي. كوباية المية بتاعتك دايما هتكون على يمينك، ولو في مشروب برضه هيبقى على يمينك. الشوك بتاعتك هي اللي على شمالك، والسكينة والمعلقة على اليمين. اتأكد ان كل الناس الموجودين اكلهم وصل وهيبدأوا ياكلوا معاك في نفس الوقت. مش تصرف كويس ابدا انك تبدأ تاكل ولسه في حد اكله ما جاش او لسه ما بدأش. لو انت معزوم على الاكل ده لازم تستنى اشارة من صاحب المكان بانك تبدأ حتى لو كل الاكل موجود وجاهز. بمجرد ما تبدأ بالأكل حاول ما تسندش إيدك على الترابيزة خالص، بل حاول إنك ما تلمسهاش أصلا. لو واحدة من إيدك مش بتستخدمها حطها على رجلك أو على مسند الكرسي، لكن مش على الترابيزة. كمان بمجرد ما تبدأ تستخدم أدوات الأكل ما ينفعش تحطهم في أي مكان بره الطبق بتاعك. جرى العرف في كل كتب الاتيكيت الغربي انهم بيستخدموا السكينه بايديهم اليمين والشوكه بايديهم الشمال، واللي كان بيسبب مشكله عندنا هنا بسبب رغبتنا في الاكل باليمين تطبيقا لسنه الرسول. في حلين للمشكله دي، اما انك من البدايه تبدلهم ودي حاجه مقبوله جدا، او انك تقطع الاكل كله كالمعتاد وبعدين تسيب السكينه خالص وتمسك الشوكه باليمين وتاكل. كلا الحلين مناسبين ومفهومش اي مشكله. المعلقة وظيفتها انها تستخدم في اكل المأكولات السائلة بس زي الشرب او الحلويات الهلامية، واي حاجة تانية غير سائلة طريقة اكلها بتكون بالشوكة والسكينة. واحدة من الاخطاء الشائعة ان الناس بتستبدل الشوكة بالمعلقة توفيرا للوقت. لما تخلص اكل حط الشوكة والسكينة بشكل متوازي وبزاوية مايلة فوق الطبق بتاعك، ده بيدي اشارة للويتر انك خلصت خلاص. اي وضع تاني ليهم معناه انك لسه مخلصتش الاكل ده. في مأكولات معينة بيسموها فينجر فود، واللي بطبيعة الحال طريقة أكلها الصحيحة هي باستخدام الإيدين مجردين من أي أدوات زي البيتزا والبطاطس والدجاج المقلي. محاولة أكل الحاجات دي بالشوكة والسكينة بتكون صعبة ومش موفقة، ناهيك عن إنها بتبان مصطنعة إلى حد كبير. أكلهم بالإيد وبس هي تطبيق صحيح لقواعد الاتيكيت في الحالة دي. ساعدونا باقتراحاتكم للفيديوهات اللي جاية، ولايك وشير لو عجبك الفيديو، ولايك وشير لو معجبكش الفيديو. نشوفكم الفيديو اللي جاي.